بده يحسن لها وجهها الدين. هلا جزر الملايا شلون فات الاسلام عليها؟ ماليزيا واندونيسيا والبلاد، فات الاسلام عن طريق التجار. نحن هلا ما يروحوا التجار لهنيك لحتى يمنع الناس تخرج من دين الله افواجا. بتلاقي معظم التجار اللي يروحوا على الصين بيعطوهم مصاري بيقولوا جيب لي نزل لي بضاعه حط لي عليها ميد ان جرماني، ميد ان انجلي، ميد ان كذا، جابان. نعم، هو صناعه صينيه، بتجيبها المسجله او فرمت اللحمه تحطها بالكهرباء وتروح تشتري. ليش تشتري؟ لانه مو هي انه تشتري. فهدول سبحان الله بتلاقي ايش يعني؟ الشغل للاخره، اللي بده يشتغل للاخره بده يبطل وراءه، بده يجهز حاله. اخواننا فتح عمل صرنا هنيك، اذا وصلنا على الاخير على الاخره والله مصيبه، مشكله كبيره. اي نعم، وما في هيك بقى لا مين يشفعنا، والولد يا يابا بدي حسنه، انا حسنه لك. اذا بدك سيارات روح جيب جراف بتاعك، حميلك ما بدك، اما حسنه ماني اعطيك، اللي انت عم تكذب علي انا عم بحكي عليك، ما بيعطيني حسنه. فالزوجه اللي كنت اخذها نعم على احسن دكاتره وجيب لها دواء تهديد، نعم بتلاقي بدها الحلال بدي حسنه، انا حسنه الروح ما في. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ما تعطيني شيء. وانا لما محتاج تلاقي حب دواء معصب يقول له اعطيني حب التهاب احمر واسود، صار له حب الالتهاب بالالوان. نعم، فلذلك بتلاقي بتدلل المرأة وبتدلل الأولاد، وعلى الآخرة ما بتشوف منه شيء. لازم واحدنا يضبط أغراضه، يجهز حاله على ظرفية. طلع اسمه، طلع اسمي، مرة عم نقول بالجامع بخطبة الجمعة فلان الفلاني هو مصلي قاعد بالجامع، حاضر كل شيء، بعد جمعة مات. نادوا إذا كان مثلا نادوا منادي علينا، فإذا نادونا باسم نفذ واحد شيخ وجه عليك ولا أجي اسمي. خايف إنه أذكر اسمه المؤمنون. شو دخلنا هنا يعني؟ إن ذكرنا اسمك وما ذكرنا اسمك، إذا طلع صار موعد إنك تمشي بدك تمشي، ما في مجال. فجهزوا حالكم وضبطوا أغراضكم، لأنه إذا مشينا نتبهدل. أنا مني واحد من الناس اللي قاعد أخطب عليكم، والله زواتي فشكلت كلها مثل دفتر السماني كله شخويت، لهلا ما اعرف ظبطها. تعرف لو بدي ظبط زواتي لا نعم لاصرخ صوت وسوي مولد وعيط وقروش انه ظبطت الزواتي. كان في واحد عندنا بالحي نعم بديع مسبحه وفوق، فقلنا له شو حجي؟ قال لي جاهز، كل شيء جاهز، لا عندي بر والدين، لا عندي صلاة قضاء، لا عندي صيام قضاء، جاهز للمشي. بعد سبحان الله بعد كم شهر مريت قالوا وين الحجي؟ قال والله مشي. قلت الله يهنيك، والله نعم انا ما امشي زودني. فلذلك اخواننا والدين هان لا تغرك لحيه، لا تغرك لفه، لا تغرك طاقيه بيضاء، ما بيمشي حاله. بدي